بس كان امتى؟ يعني هو عارف امتى؟ عارف لما السفينة بدأت خلاص بتغرق. وهنا يا جماعة انا مش بتكلم عن السفينة ولا القبطان ولا على البحر، انا عايزة اتكلم على نقطة ايه؟ السعادة او مساء السعادة على حسب التوقيت اللي هتسمعوا فيه البودكاست. لو اول مرة تسمعوني فانا مع حسن، وده بودكاست مباجي حتة من قلبك. كان في قبطان عنده سفينة، والسفينة ديت كانت عليها بحارة وطقم سفينة والكلام ده كله. ففي يوم من الأيام كانوا بيبحروا في المحيط، ففي تسريب حصل في المكان بتاع السفينة. فالسفينة دي كان صاحبها بيحبها قوي قوي قوي، يعني كانت قد تكون كانت جزء منه. فالطقم بتاع السفينة كده اتفقوا مع بعض، قالك ايه، احنا بصوا احنا هنحاول نتصرف ونسد التسريب ده وكده، بس ما تقولوش عشان ما يزعلش. فواحد منهم رد قال لهم ايه، طيب ما نقولوش ليه، ما هو دي حاجته لازم يكون عارفها عشان يقدر يتعامل. قالوا لا 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 ما تقولوش عشان ما يزعلش والكلام ده كله. فحاولوا، فضلوا يحاولوا ومعرفوش. يعني بدأ ان التسريب يزيد شوية بشوية، بدأ ان الفتحة بتاعت التسريب توسع، وبدأت المياه تتسرب للسفينة. هنا بقى القبطان عارف الموضوع. بس كان امتى؟ يعني هو عارف امتى؟ عارف لما السفينة بدأت خلاص بتغرق. وهنا يا جماعة انا مش بتكلم عن السفينة ولا القبطان ولا على البحر، انا عايزة اتكلم على نقطة ايه، إن لما يكون في حد قريبنا او بنحبه، او زي ما بنقول بنخاف على مصلحته، او يهمني امره، لما اعرف ان في حاجة ممكن تهدد حياته او تهدد فرد من افراد عيلته، او تكون في غلطة حاصلة، فانا اخد كده قرار من نفسي اللي هو لا، انا مش هقول له عشان ما يزعلش. وبالتالي على الجانب التاني الحاجة اللي حصلت دي تبتدي تزيد وتأثر على حياته. فأنا كده أنا بأذيه حرفيا، أنا كده مش بحبه، أنا بأذيه. لما يكون حد مثلا حاصل معاه حاجة، وأنا عرفت مثلا من بعيد إن الحاجة دي مثلا حاجة مثلا في ولاده، يعني مثلا لو أنا عرفت حاجة على ولاده، فأنا لأ بلاش أقول له عشان ما يزعلش والكلام ده، لأ طبعا متعملوش كده، انتوا بتأذوه. انتوا النهارده لما بتقولهاش مثلا على حاجه، عرفتي مثلا ابنها بيعمل حاجه، فانت ما رضيتيش تقولي لا لا اصلا هتزعل، لا طب ما هو ابنها ده الحاجه اللي هو بيعملها دي هيزيد فيها، الحاجه اللي هو بيعملها دي هتبتدي تغرقه، فانت كده بتأذيها، انت بتأذيها في حياتها وبتأذيها نفسيا، انت مش بتساعديها. الصراحه اهم حاجه في الحياه. خليكي صريحة، وخليكي دايما عندك وضوح في التعامل. فلما اكون انا بحبك وقريبة منك ويهمني امرك وبخاف عليكي، فلما اكون بعرف حاجة عن حياتك او حاجة ممكن تدخل في حياتك تأذيكي، لا قولي، وانا بقولك من هنا من خلفيتي البسيطة عن الدنيا، لا قولي لها. واوعك تقولي لا انا كده اخاف عليها من الزعل، لا انت النهارده خايف عليها من الزعل، بس ممكن الزعل ده يوصل بيها انها تموت. مش قصدي انها تموت حرفيا، لا انا قصدي ان الموضوع يكبر معايا، فالزعل يبقى اسوأ بكتير، فالموضوع يتطور بكتير. يمكن لو قلت لها في اول الامر تبتدي تاخد احتياطاتها، او تبتدي تعرف هتتصرف ازاي او هتتعامل ازاي. ما تبقيش سلبية وتاخدي جانب سلبي، لان الدنيا مردودة. يعني النهاردة الحاجة اللي بتحصل لغيرك ممكن تحصل لك، فزي ما انت هتقفي معاها في الموقف ده، هي هتقف معاكي برضو في الموقف، ربنا هيبعت لك اللي يقف معاكي في الموقف ده. فاوعك تكوني سلبية وتاخدي جنب اللي هو لا انا مش هقول، لا انا ماليش دعوة. لا لما تشوفي الغلط قولي عليه، وحتى لو اقرب الناس ليكي، او ابتدي انصحي. يعني ممكن مثلا لو انت عرفتي حاجة عن حد والحاجة دي هتأذيه، وخاصة لو طفل مثلا او شاب او مراهق او لو في مقدورك ان انت تجيبيها وتتكلمي معاها وتقولي لها يا حبيبتي مثلا ده كده غلط، وانا عرفت بكذا كذا كذا، وانا مش هقول لمامتك، بس انا عايزاكي تخلي بالك اكتر،
تمام. لكن لو انت شفتي ان النصيحة مش هتنفع او ان البنت مثلا مش متقبلة، انا بتكلم كمثال، يعني في مواضيع كتيرة في الجانب ده، بس كمثال لو مثلا في موضوع زي ده، فلو انت لقيتي ان البنت مثلا مش هتتقبل منك الكلام او كده، لا روحي بقى، يعني روحي لمامتها او باباها او الحد القريب منها وبلغيه. انت كده مش بتفتني، يعني لو هبص لو انا بفتن، لا انت مش بتفتني، انت بتحميها، انت بتحميها وبتحمي الحد القريب منك. فلو مثلا في حد مثلا متقدم لحد بجوازه وانت عندك خلفيه انه لا خلي بالك فلان الفلاني هو ممكن يطلع منه كذا، هو ممكن يطلع منه كذا، انت قولي اللي عندك، انت قولي اللي تقدري تعرفي، ولا تزودي ولا تنقصي، قولي اللي تعرفيه، لان قد يكون الكلمه اللي هتقوليها دي هتنقذ جوازه، هتنقذ واحده من حياه ممكن تاثر عليها بعدين بشكل سلبي، او ميزه مثلا او عيب انت شفتيه في الشخص الفلاني هو مش باين قدامها، بس قوليه. يا جماعه الصراحه والوضوح من اهم الحاجات اللي احنا لازم نحافظ عليها في حياتنا، وده كمان مش في ان انت تقولي الغلطات اللي عند غيرك، لا انت تبقي واضحه وصريحه مع نفسك. الوضوح والصراحه مع نفسنا قبل اي حاجه من الحاجات اللي بتريحنا قوي. هبقى واضحه وصريحه مع نفسي ازاي؟ ان انا اشوف عيوبي، بمعنى انا النهارده لو واجهت نفسي كده ووقفت كده قدام مرايه، ومش شرط مش قصدي مجازا يعني مرايه، بس ان انا اقف كده واقول انا عيوبي كذا، ده من وجهة نظري، او اجيب حد قريب مني قوي يعني، واتناقش معاه، يا فلان انت شايف ايه اللي انا بعمله غلط مثلا، او ايه الحاجات الوحشة فيا؟ هو انسان زيه كل حاجة، بس دايما مرايتنا غير مراية الناس، يعني دايما لما انا ببقى جوه الموضوع غير اللي ببقى بره. فلو انا دي حياتي ودي حاجة انا عايشة فيها، اللي جاي من بره بيبقى شايف الموضوع من بره، يعني شايف مش متأثر مثلا، يعني لما يكون في مثلا مشكلة عندي فانا ببقى جوه الموضوع فمتأثرة عاطفيا ونفسيا، فبيبقى ده مؤثر على قراراتي مثلا. فلما يجي حد من بره مثلا بيبقى ايه، طبعا هو اكيد اللي جوه الموقف مش هيبقى اللي بره الموقف مش هيبقى بالتأثير اللي زيي، فهو مش هيبقى متأثر عاطفيا قوي يعني، فهيقول لي الكلام من منظور تاني او من منظور اقوى للمشكلة. فخدوا رأي الناس اللي بتحبوها وقريبين منكم، اقفوا جنب اللي بتحبوهم، قولوا لهم على الغلطات، احنا مش ملايكة، احنا كلنا بشر بنساعد بعض، وده اللي ربنا حطنا ليه في الدنيا، احنا لازم نساعد بعض ونتكلم مع بعض. مش عارفة اذا كان طريقتي مناسبة للكلام او انتوا حابينها، بس يا جماعة يعني هنعتبر ان دي فضفضة، يمكن الكلام مش متجمع قوي او مش منمق قوي، او انا مش كاتبه سكريبت عشان اقوله، بس حابه ان احنا تكون الكلام من القلب، يعني لما احنا بنقعد نتكلم من قلبنا الكلام مش بيبقى مترتب، وده بيبقى مع الناس القريبين، وانا هعتبركم الناس القريبين ليا، فاحنا هنتكلم من قلبنا. حابه ان انتوا تقولوا لي في الكومنتس انتوا حابين ايه احنا نتكلم في ايه. مبسوطه قوي بالناس اللي شفتها الايام اللي فاتت وقالت لي ان هي بتحب كلامي وان هي بتحب البودكاست بتاعي. كنت مبسوطه، وده حسسني بجزء من المسؤوليه، مش عارفه اذا كنت هقدر عليها ولا لا، بس يعني هحاول معاكم ان احنا نتكلم في مواضيع مهمه او مش مهمه قوي، لان انا مش بالخبره الكفايه في الدنيا، بس يعني الحمد لله ان احنا عدينا مواقف كتير في حياتنا ومرينا بحاجات كتير علمتنا حاجات كتير. لكن هو البني ادم في الطبيعي مش بينضج بالقدر الكافي، وبيفضل طول عمره مش ناضج بالقدر الكافي، لان احنا من اول ما بنكبر يبتدي نكبر او نكون واعيين للدنيا، يعني بنعدي على حاجات كتير بتخلينا ننضج اكتر. فيعني من واحنا صغيرين لاحنا كبار بنتعلم، وطول ما انت بتتعلم فانت بالتالي انسان مش ناضج. احنا بصراحة يعني أنا لما بيجي قدامي حد يقول لي انا فاهم وانا عارف، فاللي هو على فكرة انت مش عارف حاجة، لان مهما وصلنا بالعلم او وصلنا بالتجارب اللي احنا عدينا بيها احنا بنفضل زي ما احنا، الناس اللي لسه ما مرتش بحاجة. طول ما انت موجود في الدنيا وعلى وش الارض انت بتتعلم لحد اخر يوم في حياتك.
فما احبش ان حد يقول ان انا ناضج بالقدر الكافي. احنا مش ناضجين، احنا طول ما احنا عايشين احنا بنتعلم. فان شاء الله في الحلقات الجايه نتكلم على مواضيع انتوا تختاروها معايا، واتمنى تكون الحلقه عجبتكم.